السلام عليكم الغزالات ديالي، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناه حنان ليكس. مرحبا والف مرحبا. اول كلمه غادي نقولها هي مبروك عليكم هذا الشهر رمضان، يدخل لكم بالصحه والراحه والتيسير. هاد النهار ان شاء الله جيت نشارك معكم هاد المسمنات اللي كيجيو مورقين غزالين البنات، طريقه جيت سهله والمقادير كتواجد في اي بيت. هاد النهار ان شاء الله جيت معكم واحد المسمن اللي هو مغاير، يعني غدا بطريقه لا باش ورقت او لا بطريقه باش طيبت باش كيجيونا هاد مليويات او مسمنات كيجيو رائعين البنات. كنقدم مع عسيله وكيكون هذا هو الطبق اللي كيكون رائع يعني في شهر رمضان. غنجيو البنات المقادير عندي كيلو تفورس يعني من بعد ما غربلته، وعندي كاس ديال العنبه ديال السميده الرقيقه اللي كنديروها في الحرشه. هنا غادا نديرو واحد شويه ديال الملحه يعني على حسب الذوق. درت انايا واحد شويه الملحه، راه معلقه صغيره البنات ماشي كبيره. هنا صافي حطيتها في العجانه ودرتها بالماء بارد. دائما انا مسمن كنديرو بالماء بارد، يعني خاصو ديك البنات اللي ما عندهاش الماكينه يعني تحاول تدلكو مزيان وما ترخفوش، لان ضروري هاد العمليه نتوما كتشوفوها يعني ما مرخوفاش العجينه شويه قابطه في راسها. هنا جيت من بعد ما دلكت، شوفوها البنات كدلكتها صافي. هنا غادي ندير واحد كيس البلاستيك باش نخليوها ترخف واحد نص ساعه، عاد من بعد نرجعوا نديروا لها قريصات. صافي هنا غنخليها من بعد نص ساعه البنات. شوفوها كي ولات يعني طالقه راسها بحال اللي دالكه راسها براسها. هنا صافي غادا نجي غادا نحاول غادا نديرها بشويه تاع الزيت. ضروري كنديروا هاد القريصات بحال هكا البنات. انا غندير قريصات صغار على حسب المقله اللي عندي صغيره. يعني شفتوا ديك المقله اللي عندي انايا ديال الضو كتديرش يعني مسمنات كبار، وانتم كيبقى لكم على حسب المقله اللي عندكم. هاد الطريقه البنات كتجي رائعه. من بعد صافي ما كملت القريصات ديالي فرقتهم على هاد الجهه هاد الشكل هكا باش يرتاحوا لي على خاطرهم. هنا غنجيب كيس بلاستيك، ولكن ضروري نخليوها تاني واحد ربع ساعه ونرجعوا انا نسمنوها. هنا البنات غادا نخليها انا ترتاح على ما جمعنا كوزينتنا صافي. وغادا نجيو هنا من بعد ما ارتاحت لينا العجينه البنات. هذا هو السر ديال التوراق ديال هذا المسمن. حنا كنجيبو هنايا الزبده، عندي 250 غرام تاع الزبده باش نعطيكم عبار نيشان. وعندي هنا كاسه العنبه ديال اللوز البنات، يعني فرقتها باللوز كتجي واحد المذاق ما نقول لكمش يا سلام. هنا من بعد اللوز ما غسلته ودرتو يعني كبت عليه الماء طيب وفسختو ليله كامل الا خليته نشف، وعاد طحنته في الصباح يعني ما قليتوش. هنا صافي غادا نبدا نمرق انا بالزيت. هانتوما غتشوفوا العجينه يعني طالقه وجايه زوينه في التوراق، ما كتعذبكمش نهائيا في المسمن. وكنديروها هذا باللوز كتجي رائعه. كنحاولوا نغيروا من المسمن ديالنا العادي. شوفوا البنات الورقه يعني كما درتو ليها راه ما كتقطع ما حتى شي حاجه، غير هي الخدمه ديالها باش كتجينا زوينه ومورقه. هي كنبقاو نبسطوها حتى كيبان السطح العام. كيف كتشوفوا رقيقه بزاف. طريقه جد سهله انتم كتشوفوا حداكم يعني كنجبدها راه ما كتقطع ما حتى شي حاجه، يعني تبعوا غير الخطوات اللي قلت لكم راه كتجي رائعه. صافي هنايا غادا ندير شويه ديال الزبده. انتم كتشوفوا باقا انا كنجبد فيها. هنا غادا ندير شويه تاع الزبده اللي هي ضروري انا كنديرها في المسمن باش كيجينا داك التوريقه كتجينا زوينه. والزبده البنات ما تكونش مارغرين، تكون الزبده من النوعيه الجيده. هنا صافي غادا نبقى نورق انا بهذا اللوز كميه عاديه هانتوما كتشوفوا بحال كندير السميده صافي. وغادا نجي هنايا غادا ندير هاد اللوبيا. بغيتو تزيدوا شويه تاع اللوز كان عندكم كتير ديروه، ما كانش عندكم كتكتب فيه بغير داك الزبده صافي وكتنيو. انا عطيتكم المقادير يعني كيلو تاع فرص مع كاس ديال العنبه السميده الرقيقه مع كاس تاع العنبه ديال اللوز اللي بعد ما غسلته وقديته يعني وفسختو ليله كامله الصبح يعني طحنته صافي. 250 غرام ديال الزبده. بالنسبه للتنيه انا كندير هاد التنيه هذه وحنا كنوسعوا في العجينه باش تجينا مقاده صافي. وانا غاده بهاد الطريقه
كنخليوش داك الجوانب خارجين صافي، وكنبلعوها بهذه الطريقه كنسدوها. غير هي ضروري ما نبسطوها مزيان باش كتجينا داك الملويات يجيونا مقادين، ما يجيوناش مورقين عوجين. هذه هي الطريقه اللي خصكم ضروري تعتمدوا عليها، وعاد تحطوها مره مره ضربوا فيها الفقد في الصينيه اللي غتحطوا باش ما تجيكمش عوجه. عندي معكم الجوجه يعني الثانيه مسمنه. هانتوما نزربت لكم فيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل وممل. هانتوما كتشوفوا الورقه كي كندير لها، يعني ساهله وكتلعبي بها كما بغيتي. كتجي رطبه يعني ناجحه في العجينه ديالها. صافي كنديروا الاولى زبده والثانيه لوز، وحنا غاديين كنبسطوا. صافي كنلوي بهذه الطريقه، يعني الفيديو شارح راسو. وهاد الكميه اللي عطيتكم البنات راني هدرت فيها هنايا قلت لكم كيلو ومع كاس ديال العنبه ديال السميده الرقيقه ديال الحرشه. خرجت ليا البنات 18 الحبه صغيره، نتوما غادي تشوفوها في الاخر تاع الفيديو. يعني الكميه لا باس بها، يعني زوينه وكتخرج لينا ومذاق ياسر. لما نقول لكم شي البنات اللي جربتها تحط لي في الكومونتير، لانها كتجي واحد مسمن كيجي رائع. صافي كنبقاو على هاد الكميه هكا، ضروري ما نضغطوا عليها. صافي غنخدم معكم ثاني واحده اخرى، قربت لكم مزيان الكاميرا باش تشوفوا بان العجينه ناجحه 100%. هنا البنات ملي غادي نكمل هاد الكميه الاولى، يعني ضروري الا بغيتي تجوها مرقه وتجيكم بحال شكل ديال العجين المورق، كنشدوها ملي كنساليوها التنيات قبل ما نبسطوها. ضروري ما كنخشيها انا في الثلاجه، ضروري واحد الساعه ساعتين في الثلاجه. عاد انايا كنطيبها، كنجبدها من الثلاجه وكنقرصها. طريقه كتجي رائعه البنات، حاولوا ما تطيبوهاش هذيك الساعه او تسمنوها فقط. انا قربت لكم الكاميرا باش تشوفوا الورقه شحال رقيقه، يعني سطح العمل كيبان. غير العمل اللي قلت لكم ديال الثلاجه ضروري ما ديروها البنات باش كيجيكم مسمنكم ناجح وكيجي كالعجين مورق، يعني كيجي رائع. صافي الطريقه هنا كنتنيو هكا، طريقه جد سهله. صافي والاخرى كنعقدوها صافي وكنبسطوها. هي ضروري ما تجيكمش عوجه في تبسط هكا. هانتوما الصينيه الاولى شوفوا كي درت ليها. صافي غادا ندير عليها البلاستيك وغادا ندخلها للثلاجه لمده ساعه ساعتين، يعني ماشي مشكل، حتى ليله كامله البنات راه كتجي رائعه. هنا البنات من بعد ما سخنت المقيله ديالي، صافي غادا نبدا بديت كنقرصو ونحط. صافي ضروري هاد العمليه كنديروها على كنحسوا بالمسمن بدا كيتصهد لينا، كنقلبوا باش كيجينا منفخ. شوفوا هانتوما تعرفوا مسمن ناجح. شوفوا الفقاعات اللي كيدير. البنات ملي تجيو تبسطوا المسمن ما تبسطوش كامل، بسطوا غير الوسط فقط، يعني الجناب خليهم شي شويه باش يجيونا بحال هاد الطريقه بحال هكا كيجيو رائعين. شوفوا الطريقه كي دايره، يعني جا مسمن ناجح 100% وجا منفخ، يعني ورقه على خصها. هانتوما الورقه على خصها كيجي غزال البنات. هاوريكم الطريقه ديال التبسيط. طريقه التبسيط ملي كنديروا نبسطوا العجينه ما كنحاولوش نتكيو عليها في الجناب، كنخليوها تقريبا غير الوسط كتلاحظوا في الصوره. صافي وكنمشي نديها المقيله ديالي. غنشوفوا نوريكم وحده يعني باقا عندي سخونه. شوفوا الطريقه كي كتجي، كيجي رائع. وديك ريحه اللوز كتعطي فيه يعني مذاق رائع البنات، شي حاجه اللي هي مغايره. هاد المقيله البنات صراحه الله يعني نفعتني بزاف. راه هادي عندي 3 سنين هادي نفعتني، يعني ملي كنجي ندير مسمن ما نحاولش ندير وحده ونتسنى الاخرى، يعني كندير 6 7. هانتوما شوفوا شحال كبيره عندي، يعني نفعتني. اللي ما عندهاش يعني غير تاخذها، لان كتنفعنا في شهر رمضان الكريم، كتنفعنا بزاف لا في المطلوع ولا في الحرشه ولا في مسمن. يعني شي شويه نحاولوا ناخذوا شي حاجه اللي هي كتعاوننا في هذا الشهر الكريم. هانتوما البنات كي كتجي مورقه بزاف كيجي رائع. صافي هنا من بعد ما يعني مسمنتنا على حسب البنات اللي كانوا غادي يخزنوا غاديروا غير نص طيبه ويخزنوا في الفريغو. من بعد ملي بغاو يجبدوه يخليو شي شويه يتنفس من الثلج فقط ويديروه يطيب، يعني كيعاودوا بالطيبه الجوجه. ما بغاوش يعني كيديروا بحال التحميره اللي درت انايا. ونقول لكم شكرا للمتابعه، ونقول لكم فيديو اخر القادم القناه، ويلقاكم في احسن حال. وشهر مبارك سعيد ويدخل عليكم بالصحه والهنا والراحه البال.
يلا نخليكم البنات ونقول لكم مع السلامه، الفيديو اخر يلقانا ويلقاكم في احسن حال. يلا باي باي.